السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناة أبو وشين. يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة جيدة، يا رب تكونوا في أحسن حال أنتوا وحبايبكم والجيران اللي حواليكم وكل العالم يكونوا إن شاء الله مبسوطين، خصوصا إن إحنا خرجنا من العيد وبنستقبل دلوقتي أيام جديدة غير الأيام اللي إحنا عشناها في العيد الأضحى. طبعا عايز اقول لابنائي وبناتي في طلاب الثانويه العامه، ربنا يكلل تعبكم بالنجاح، ربنا يثبت اقدامكم وانتوا بتقروا ورقه الاسئله كده، ولازم تكون جامد ولازم تكون قوي عشان تقدر تحل السؤال وتقدر تجاوب عليه الاجابه النموذجيه اللي انت عايزها. وان شاء الله كلكم ناجحين وكلكم مجبورين وتخرجوا من الامتحانات فرحانين. موضوع النهارده، وقبل ما ابدا موضوعي احب ان انا اقول لشعب فلسطين ربنا يثبت اقدامكم وربنا ينصركم على العدو الغاشم العدو الصهيوني، وربنا يشفي مرضاكم ويرحم شهدائكم ان شاء الله. واثبتوا على ما انتوا فيه، اثبتوا على ما انتوا فيه. انتوا بتثبتوا للعالم بأسره ان في شعب اسمه الشعب الفلسطيني موجود وبيدافع عن أرضه وبيدافع عن شرفه وبيدافع عن عرضه، وإحنا في سبات عميق. في أخت من شعب السودان طلبتني ان احنا ندعو للشعب السوداني ان هو يرجع ارضه تاني، وندعي لهم ان شاء الله ان هم ربنا يثبت اقدامهم ويكونوا منصورين، وكلنا ندعي للشعب الفلسطيني والشعب السوداني بان ربنا ينصرهم على اعدائهم. عجبني فيديو امبارح كان لازم اطلع اتكلم عليه. عجبني فيديو امبارح من شخصية عظيمة كان لازم اطلع اتكلم عليها. طبعا الفترة اللي فاتت الاخت حنان وبنتها علا خدوا شوط جامد من قنوات النقد وخدوا شوط جامد من المتابعين، وانتقادات صريحة، وانتقادات لو جاز لي ان انا اقول في الصميم يبقى في الصميم، لان كل الانتقادات اللي خدتها الاخت حنان داوود وعلا كانت بتصب في مصلحة الأخت حنان وقناة الأخت حنان. عفى الله عما سلف، نقول عفى الله عما سلف. زيارة زاهية للأخت حنان صلحت بعض الأمور، هنقول صلحت بعض الأمور. وجه الشخص العظيم، جه السند، جه الخال، جه الوالد، جه الشخصية العظيمة اللي كلنا في البداية خدنا عنه صورة غير الصورة اللي هو موجود عليها دلوقتي، ومن حقه انه هو كان يدافع عن اخواته، كان يدافع عن عيلة آل داوود، كان يدافع عن الست العظيمة اللي انجبته وطلعته على وش الدنيا مهما كانت العواقب، لان هو شخصية فعلا ما بيهموش العواقب ايه طالما ماشي في الصح. هتقول لي بطبل؟ بطبل. هتقول لي بزمر؟ بزمر. بس هقول لك ليه. فعلا الشخصيه اللي زي ديت، ويمكن انا قبل كده انتقدت الاخ مصطفى داوود في مره من المرات، وانتقدت بعض امور هو كان بيمارسها ايام الخلاف، لكن الحمد لله وشهاده من الكل، شهاده من الكل، مفيش حد في عيله آل داوود طلع وقال كلمة في حقي مش مظبوطة، بما فيهم اللي أنا مختلف معاه أو اللي هو مختلف معايا، لأن أنا ما بختلفش مع حد، بما فيهم حتى الست الوالدة الله يرحمها اتشرفت إن هي في مرة من المرات ذكرت اسمي، وهي تقريبا يا إما في فيديو يا إما في بس. اتشرفت، ولما أقول اتشرفت اتشرفت. الأخ مصطفى داوود فاجئنا امبارح بفيديو عند الأخت حنان وبنتها علا، ولما أقول مصطفى داوود فالفعلا الخال والد. إمتى يكون الخال والد؟ ده اللي هنعرفه من خلال زيارة مصطفى داوود لأخته حنان. طبعا اتذكر الموضوع بتاع العباية اللي كانت لابساها علا داوود أو علا بنت
الاخت حنان وانتقدناها كتير، ويمكن انا واحد من الناس علقت على حاجه زي كده وقلت كده بالظبط. اللبس اللي انت بتظهري بيه للناس في الشارع هو اللبس اللي انت من المفروض انك انت تصوري بيه في اليوتيوب، لان اليوتيوب شارع، واليوتيوب شارع في الشارع الاصلي شويه انضف من اليوتيوب. يمكن كلمه انضف من اليوتيوب ديت، وهفكركم بحاجه انا شفتها في بث امبارح وفعلا حزنت جدا 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 ان تعليق زي دوت يتذكر في قناه محترمه. الحاج مصطفى امبارح اشتغل زيه زي قنوات النقد، زيه زي المتابع. حتى هو لما شاف الفيديو علق على الفيديو، غلط علا بالنسبه للبس اللي هي كانت لابساه، وقال انا كمان انتقدت ازاي تطلع بالشكل دوت. معنى ذلك انك انت المفروض قنوات آل داوود تشتغل على بعض. يعني ايه تشتغل على بعض؟ تشتغل على بعض في الحاجة اللي هي هتسيء للعيلة والقنوات العيلة. مفروض ان كل واحد فيهم ينبه التاني عشان يقللوا من انتقادات المتابعين وقنوات النقد اللي بتلاحقهم، واحنا ما بنلاحقهمش على الفاضي وعلى المليان. الحاج مصطفى لما وجه العتاب او اللوم او النصيحة لعلا داوود، ده اثبات قوي ودليل قاطع ان في شخصية بيهمها المظهر العام بتاع اسرة آل داوود. اثبات قوي ودليل قاطع ان فعلا الخال والد لما بيشوف حاجة بينبه ليها بنته. العمل اللي انت عملتيه دوت اثار جدل حواليكي. كل الكلام الجميل اللي تقدر تقوله في زيارة الحاج مصطفى للخالة حنان بمناسبة العيد امبارح، وانا موجود على اليوتيوب بتفرج على الفيديوهات وبتفرج على الناس اللي بيتابعهم، فوجئت بس دخلت شفته لقيت فيه تعليق لا يليق ان هو يتكتب في قناة، لا يليق ان هو يتكتب في قناة بتظهر فيها سيدة مصرية. يعني تعليق جدا جدا قذر. زي ما بننبه علا بنت الاخت حنان داوود ان هي تظهر بشيء لا يثير الانتباه، بننبه جميع قنوات اليوتيوب خصوصا اللي بيظهر فيها النساء، عشان ما فيش حد يدخل يعلق تعليق زي اللي انا قريته وزي اللي انا شفته وهو بيتحذف. اقل شيء هتعمله انك انت هتحذف التعليق، لكن انت كده ما منعتش ان في ناس تانية شافته، ما منعتش ان في ناس تانية حست ان في حاجة غلط في القناة ديت. مفروض ان هي صاحب القناة او صاحبة القناة تنتبه ليها. عشان كده نحاول بقدر الامكان ان احنا نظهر بالمظهر اللي يليق بينا واللي يليق بعوائلنا واللي يليق بسمعة مصر على قنوات اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله.